السلام عليكم، لكم لعبة جديدة اليوم. لعبة 4 الألوان 4 colors game، عبارة عن لعبة منتسوري، وهي لعبة خشبية متوفرة بأغلبية الأماكن. وهي تتكون من لوح خشب فيها أقراص، تتكون من 4 ألوان: الأزرق، الأخضر، الأحمر والأصفر، ومعاها 18 بطاقة خشبية أيضا تحتوي على ألوان مختلفة يعني. وهي لعبة فردية وايد تنفع الأطفال، تصلح من عمر 3 سنوات وما فوق، وهي تساعد على الطفل إنه هي تقوي عضلاته، الدقيقة حق الإيد، جاهزة حق الكتابة بما أن المدارس على الأبواب. وهذه اللعبة ما تحتاج أي قواعد ولا أي شيء ثاني، إلا أنه هو ياخذ البطاقة من البطايق ويحط الخط الأسود تحت ويمشي على نفس التعليمات. الجوانب تساعدهم عشان يعني تخلي القرص أو الدائرة على جنب عشان تقدر تحرك الدوائر اللي هي تبي تحركها، لأن إذا صار 3 أوكي تحركهم، بس إذا صار 4 مثل ما أنتم شايفين ما راح تتحرك، فتضطر لازم تحطها بالجوانب اليمين أو اليسار عشان تقدر تحرك الأقراص هذه عشان تكون نفس الصورة المطلوبة من البطاقة نفسها. ومثل ما قلنا إن هي لعبة منتسوري، وهي لعبة تنمية المهارات وبنفس الوقت تقوية العضلات الدقيقة في اليد، تجهز الطفل حق مسكة القلم والكتابة، وأيضا تخلي الطفل يميز بين الألوان وترتيب الألوان حسب التعليمات اللي في البطاقة، وتخليه يميز بين الأولويات، تميز بين العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث كترتيب يعني. وأيضا عملية العد القرص الواحد أو الدائرة الواحدة، فعندنا دائرتين صفر مثل ما انتم شايفين ودائرة خضراء من حسب المطلوب. وإذا بتريدون مثلا التحديات حق أكثر من لعبة تصير ممكن تحطون تايمر وتحسبون بالوقت منو خلص حق أول بالنسبة حق البطاقة معينة. وهذا شرح من اليوم للعبة، نشوفكم إن شاء الله في ألعاب بالمستقبل. مع السلامة، شكرا على المتابعة.